السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين. شهدت الجولة الثانية من كأس العرب 2025 المنظمة في قطر إجراء الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، والتي شهدت فوز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره البحريني بنتيجة ثقيلة 5-1، حيث قدم أشبال المدرب بوغرة مقابلة ممتازة من حيث الأداء والنتيجة. وشهدت المباراة الثانية فوز المنتخب العراقي على نظيره السوداني بنتيجة 2-0، وبذلك يضمن المنتخب العراقي التأهل إلى الدور الربع النهائي. أما ترتيب المجموعة فيكون كما يلي: في المرتبة الأولى العراق ب6 نقاط، في المرتبة الثانية الجزائر ب4 نقاط، في المرتبة الثالثة السودان بنقطة واحدة، وفي المرتبة الأخيرة البحرين بدون نقاط. وستشهد الجولة الثالثة مباراة قوية بين المنتخب الجزائري والمنتخب العراقي، وستجرى يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على الساعة 6 بتوقيت الجزائر وتونس، و8 بتوقيت السعودية، وستنقل على قناة بين سبورت المفتوحة والقناة الأرضية الجزائرية.